يا صباح الفل او مساء الفل يا ستي. هنعمل بسله ورز طبيخ عادي خالص. اول حاجه انا بفرز البصل عشان يسهل عليا. جبت الحله وحطيت فيها البصل اللي انا هشتغل بيه وحطيت عليه معلقه سمنه. تمام كده. اول لما البصل بحط له السمنه لما بيبدا يطلع بخار كده، تمام، يبدا البصل يتفكك معايا. اول لما يبدا معايا يخش في لون الصفار الفاتح هقوم منزله باللحمه. لو انا هعملها باللحمه، اول لما تتحمر معايا كده والقاها حلوه وخدت لون، الجزر بيغيب اكتر في السوا من البسله. لو مش مفرزه الجزر والبسله مع بعض هحط الجزر الاول. لو انا بعمل فريش وطازه احط الجزر على طول، وبعديه ابقى انزل بقى البسله لان الجزر بيغيب اكتر. واديهم تقليبه، هيبداوا ان هم يطلعوا البخار بتاعهم ويفكوا مع بعض. هكون انا ضربه الطماطم، انا هنا ضربت 3 طماطميات كبار، ما بحبش احط طماطم كتير في الطبيخ. تمام كده. وقمت صفيتهم. هنا بقى هعمل الرز. حطيت معلقه زيت وعليه نص معلقه سمنه صغير، النص معلقه سمنه دي. وحطيت الشعريه عادي للي مش بيعرف، اللي مش عارفه ازاي تعمل. اول لما الشعريه تبدا تبقى لونها صفرة اوعي تسيبي الشعريه تغمق منك، هتغمق الرز كله. واكون غاسله الرز على فكره، واقوم نازله على طول بالرز على الشعريه. يتقلب تقلبتين احس ان هو خشول في ايدي كده وتقل. النص كيلو رز بياخد نص معلقه ملح، والكيلو الرز بياخد معلقه ملح كامله. واقوم حاطه له الملح بتاعه. انا صراحه مش بزود الرز شوربه يعني مش كتير، ده اغلب الوقت بزوده ميه. فكنت غاليه ميه في الكتل، وكوبايتين الرز بياخدوا كوبايتين ميه بالظبط على قد نفس المعيار اللي حطيتي منه الرز. تمام كده. وقمت هنا مقلبه الرز وتمام. اول لما الرز خشول معايا وتقل قمت مزوداله الميه. تمام يا ستي. انا عايزه اقولك على حاجه، ان انا لما بزود الميه وتيجي الميه بعد ما تبدا تتشرب، انا ما بخليش الرز يشرب ميته للاخر خالص واوطي عليه بعديها، لا بسيبه مندي شويه. لانك لما بتسيبيه يتشرب للاخر خالص بالسهوله تلاقيه يلزق في الحله، وانا ما كنتش عايزاه يلزق في الحله طبعا. بس كده. اول لما يبدا يغلي ويبدا يشرب معانا بشكل لطيف كده ويسيب لنا شويه ميه على الوش منديين، نوطي النار ونغطي الحله. احنا في كل الاحوال كده كده مغطيينها، بس نبقى متابعينه. انا هنا لما لقيته ان هو محتاج ميه زودت له ميه، علشان خاطر ما كنتش الرزايه لما ما تديهاش ميتها هتطلع ناشفه، هتطلع ناشفه ومش حلوه خالص. بس واقوم مغطيه على الرز واسيب الرز يبدا يتشرب على راحته. واول لما يتشرب ونلقاه مندي على الوش كده حاجه بسيطه، نبدا بقى نهدي النار عليه. هدينا النار على الرز. غالبا الفيديو حصل مني انا لخبطه وكررت اكتر من مقطع. تمام كده تقريبا بقى، مش عارفه ايه اللي حصل اللخبطه دي معايا فيه. المهم يعني يا جماعه في الاعاده افاده، معلش اتحملوني. هنقلب الشعريه عادي. بس انا نسيت اقول لكم على حاجه، معلقه الملح اللي بنحطها للرز دي معلقه الاكل العاديه، مش المعلقه اللي بطبخ بيها. معلقه الاكل العاديه خالص بتاعت الاكل اللي بناكل بيها. الكيلو بياخد معلقه والنص كيلو بياخد نص معلقه، ده انا المعيار ده انا متاكده منه جدا. واهم حاجه صدقوني لو جربتوا موضوع ان انتوا تسيبوا الرز يندي، حاجه بسيطه على فكره والله العظيم. مش هتحتاجوا حلل تيفال والكلام دوت. انا اصلا ما بيريحنيش غير الحلل الالموني، مش بحب التيفال والجرانيت والكلام اللي طالع ده. بحب ده بيريحني اكتر. المهم وهنا كانت البسله اصلا استوت. هبدا بقى ان انا اغرف البسله واغرف الرز واجهز الاكل ايه على وهجهز الطبيخ على الاكل. وكنت عامله طاجن لحمه. اصلا كان عندي طاجن لحمه كنت عاملاه وكان موجود عندي في التلاجة، سخنته جنب الاكل لاني كنت عامله اللحمه دي قليله. وبالهنا والشفا.